لما تكون تعبان بتروح للدكتور تشتكي، تقول انا في حاجه يا دكتور وجعاني. طب تخيل بقى لو الدكتور ده كل الحالات اللي بيتعامل معاها ما بتتكلمش، ما بيفهمش منها الموضوع مباشره، ده الدكتور البيطري. ولحسن الحظ النهارده انا في عياده دكتوره بيطريه، والنهارده هنعرف هي بتتعامل ازاي مع الحيوانات. دكتوره وفاء، اهلا ازيك؟ وسهلا. عامله اهلين، ايه؟ كله الحمد لله تمام؟ بخير. تفضل. ايه اخبار الكائن اللي معانا ده؟ الكائن مريض شويه. ماله مريض؟ عنده ايه؟ القطه عندها فيروس اسمه البارفو. اسمه الايه؟ بارفو فيروس. البارفو فيروس. وده بيعمل ايه ده؟ ده زي الطاعون، قاتل ومميت، فيروس لا حول خطير. ولا قوه الا بالله. دكتور، انا عندي سؤال شاغلني جدا من زمان ويمكن شاغل الناس كلها. الواحد لما يبقى عيان بيروح للدكتور يقول له انا الحته دي وجعاني، كتفي وجعني، اما الحيوان يعني ما بيعرفش يشتكي. ازاي بتقدري تشخصي حالته وهو بيقول ايه يعني، او بتفهمي منه ايه عشان تقدري تشخصي الحاله بتاعته؟ طبعا في تعاملنا مع الحيوانات عكس مختلف عن البشر تماما، بس من يعني من الكلينيكال ساينس، يعني هو ما بيتكلم يا حرام، فاحنا بنعمل شنو؟ من الجنرال اكزامينيشن، من الفيتال ساينس، بنقيس، بنتسمع التنفس، بنتسمع النبض. اذا في اي مشكله، يعني التنفس غير طبيعي، النبض غير طبيعي، معناها دليل لانه في مشكله في الحيوان. اهم شيء الحراره، بنقيس الحراره، اذا كانت الحراره مرتفعه او منخفضه معناها الحيوان مريض. بعد كده احنا بنشوف كيف احنا ندرس، او يعني كيف احنا نكتشف مرضه. بالنسبه للمسكينه دي هتعملوا معاها ايه بقى عشان تعالجوها؟ احنا اوريدي بدانا معاها العلاج. كويس. احنا كيف عرفنا انها هي عندها البارفو فيروس؟ بنعمل شيء ثاني بعد الجنرال اكزامينيشن اسمه سبيسيفيك اكزامينيشن. يلا التحليل المتخصص ده بيكون تحليل دم، رابيد تيست اللي هي التحاليل المناعيه، اللي هي بتليد لانه بتورينا انه المرض هو شنو، سواء كان بارفو فيروس، كاليسي فيروس، اكسترا. طيب وصاحب الحيوان بقى بيسيب الحيوان عندكم فتره مثلا عشان تعالجوه وتظبطوه وبعدين ترجعوه تاني، ولا ممكن ايوه، يخلص؟ على حسب خطوره الحاله. تمام، اذا الحاله خطيره جدا هو ما بيقدر يتعامل معاها في البيت، بيخليها عندنا يعني يوم يومين كده وخلاص. تحت الملاحظه يعني. تحت الملاحظه والعلاج. دكتور، انا اول مره اخش عياده بيطريه بصراحه، هي ايه الحاجات التانية اللي بتقدموها غير انه تعالجوا الحيوان من مرض معين او كده؟ قصدك الخدمات؟ يعني اول حاجه عندنا الفحص اللي بيخص الطبيب، يعني اذا كان القط مريض او في يعني كاستمرز بتكون بس عايزه تطمن على القطط بتاعتها او الكلاب، عايزه تعمل جنرال تشيك اب تشوف الحاله الصحيه بتاعتها حتى لو مش مريضه. خلصنا من الفحص، في ثاني كاستمرز بيكون حابين يعملوا خدمات ثانيه، زي مثلا جرومينج، شاور، شيفين، اشياء كده بسيطه، الاعتناء بالحيوان يعني. نفسه. ايوه، الغرفه بتاعت الجرومينج. طيب افرضي مثلا في كاستمر عنده حاجه كبيره ما تنفعش تخش العياده هنا، مثلا عنده حصان، عنده جمل، عنده اي حاجه، فبتعملوا ايه في الحاله في دي؟ الحاله دي بتكون يعني بتدخل ضمن الاوت كيسز، احنا اللي بنروح. دكتوره وفاء، نعم. كنت عايز اسالك على حاجه. لقيت حاجه اسمها جواز سفر بيطري دولي، ده بتاع ايه ده؟ ده الباسبور بتاع الحيوان. اهميته انه لما يجي صاحب الحيوان بيكون فيه كل التطعيمات. تمام، يعني في 3 تطعيمات اساسيه بتطعم للحيوان وتعاد بوستر دوز كل سنه. تمام. بتفيد في شنو؟ انه لما يجي صاحب الحيوان مسافر، ممكن ياخذوا يعني زي جواز السفر بتاع الانسان، لما يكون شامل التطعيمات والمايكروشيب، ومن وزاره البيئه يروح يعمل تصديق وخلاص بيسافر بيه عادي. شكرا يا دكتور، عطلناكي. عفوا، لا شكر على واجب.